السؤال اللي محير بزاف منكم واللي كان محيرني انا شخصيا هذه 5 سنين اللور، واش نتخلى على الوظيفه اللي الناس كيقلبوا عليها بالريق الناشف وما كيلقاوهاش، ونبدا التجاره الالكترونيه ونبدا مهاره جديده باش نقدر نحقق الاحلام ديالي اللي الوظيفه ما قدرتش تحققوا ليا، اللي هما الراحه الماديه، السفريات، نعاون والديا الى اخره. قرار كبير وصعيب بزاف وما تقدرش تاخذه بين ليله وضحاها، حيت الريسك كاين في جوج ديال الجوايه. الا خليتي الوظيفه كاين الريسك ديال ان داكشي اللي غادي تبداه يقدر ما يصدقش وتصدق الذي ديلا حب الملوك، وفاش كتشوف الجهه الاخرى كتقول راه يقدر هادشي يصدق، وديك الساعه الصالير اللي انا كندخلو في شهر نقدر نعوضو غير في سيمانه ونقدر نسكيلي ونحقق الاحلام ديالي. الريسك فيهم بجوج، ولكن اين واحد فيهم اللي خاصك تختار. على داكشي درت لك هذا الفيديو حيت انا سابقك في التجربه ودزت من نفس السيتياسيون وقدرت نتاخذ القرار الصحيح اللي وصلني لهنا. في هذا الفيديو غادي نعطيك شنو هما الامور اللي خاصك تاخذهم اون كونسيديراسيون قبل ما تقرر انك تخرج من الوظيفه، وشنو هما الخطوات اللي خاصك دير قبل ما تاخذ هذا القرار. من قبل، الناس اللي ما كيعرفونيش، معكم ساره، خبيره في الماركتين والكوبي رايتين. كنعاون الناس اللي عندهم بيزنس باش انهم يطوروا البيزنس ديالهم ويبيعوا بطريقه صحيحه، سواء عن طريق تقديم محتوى تعليمي فابور هنايا في لاشين ديال اليوتيوب او لا في لي ريزو سوسيو، سواء بطريقه مدفوعه عن طريق لي فورماسيون، الكوتشين، لي كونسلطاسيون، لي سيرفيس الى اخره. على داكشي الا كنتي حتى انت باغي تبدا بيزنس على حقه وطريقه وتاخذ اللاصق ديال اللاصق في الماركتين والكوبي رايتين، انضم للعائله ديالنا دابا وفعل زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد في وقته. ندخلوا دابا صلب الموضوع ونجاوبوا على السؤال ديال واش نتخلى على الوظيفه ونبدا الاي كوميرس او نبدا نتعلم مهاره جديده، شنو ندير؟ انت اللي كتفرج فيا حاليا غادي تكون واحد من هاد الجوج، سواء باقي ايتيديون يلا شديتي الباك وكتقرا في شي ايكول او لا في لافاك، او لا يلا باقي كتقرا في الليسي. حيت بزاف ديال الدراري في هاد اللاج ديال 16 عام 17 عام كيتواصلوا معايا وكيقولوا لي ساره بغيت نتعلم الكوبي رايتين، ساره بغيت نتخلى على الدراسه نبدا مهاره جديده اولا نبدا الاي كوميرس. حيت بزاف ديال لي فورماسيون اللي كندير كيكونوا عندي تلاميذ اللي لاج ديالهم ما بين 16 عام 17 عام 18 حتى 19 عام. والكاتيجوري الثانيه هما الناس الموظفين اللي كيكونوا ديجا خدامين في واحد الوظيفه و ميم طون كيكونوا كيديروا حتى الاي كوميرس او لا يلاه كيفكروا يبداو الاي كوميرس، يعني يكونوا خدامين في الوظيفه و ميم طون يبداو الاي كوميرس. او لكن الناس اللي فاش كيتعرفوا على هذا المجال ديال الاي كوميرس كيديسيدي كيقول لك انا صافي في عوض ما نبقى كنخدم هنا وهنايا ومشتت وما عارفش فين نركز وفين نعطي اكثر، اجي نتخلى على الوظيفه باش هكا نركز في الاي كوميرس ونعطيه جهدي ونقدر انني نسكيلي فيه مزيان. انا غادي نهضر على الحالات بجوج. نبداو بالناس اللي كيقراو، يعني الطلبه اللي من 16 عام نقولوا ماكسيموم حنايا ل 20 عام 21 22. داكوغ، دونك النصيحه ديالي لكم الا كنتي شديتي الباك ديالك وديجا دابا بادي كتقرا في شي ايكول او لا في لافاك، النصيحه ديالي هو حاول تركز على القرايه ديالك هي الاولى، ويكون الهدف ديالك هو تشد الدبلوم. والناس اللي كيقراو في الليسي الباك ديالك هو الاول، يعني هو يكون الهدف الاسمى. وبيان سور تقدر تبدا تعلم شي مهاره اللي عليها الطلب حاليا وطور راسك فيها في اوقات الفراغ، يعني بحال ديرهم اون باراليل او ميم طون كتقرا كتحاول انك تشد الباك ديالك اولا الدبلوم ديالك وتسالي قرايتك، او ميم طون كتطور واحد المهاره اللي تقدر وانتيا كتقرا وانتيا كتدخل بها واحد ستريم اوف ماني، يعني واحد المهاره اللي كتدخل ليك الفلوس. علاش كنقول لكم قرايتكم هي الاولى وتركز انك تشد الدبلوم ديالك والباك ديالك؟ حيت ما كتعرفش المستقبل شنو مخبي لك. كيتصادفوا معاك دي سيتياسيون اللي كتكون فريمون واقف على داك الدبلوم، اولا كتجي شي فرصه ديال انه كيتطلب يكون عندك شي دبلوم وكتكون ديجا اتخذتي واحد القرار شحال فاش كتكون كتقرا وتخليتي على الدبلوم ديالك اولا على الباك ديالك وكتولي تندم. وحتى واحد الحاجه فاش كنكونوا يلاه باقيين في داك اللاج ديال 16 عام ل 22 عام كنكونوا فريمون دايخين تالفين، ما كنكونوش عارفين راسنا حنا شنو باغيين، شنو الكارير اللي نتبعوه، شنو الحوايج اللي نقدروا نعطيو فيهم، واش الوظيفه صالحه لينا او لا نتعلموا مهاره جديده هي اللي صالحه لينا. على داك الشيء نتايا بهنايا بحال كضرب جوج ديال العصافير في دقه واحده، وميم طون كتخدم على الدبلوم ديالك باش كيكون ديما تحت منك فاش كتوقف عليه كتلقاه، وباش حتى او مثلا فاش تجرب داك المهاره وتلقى راسك ماشي فيها ديك الساعه تقدر توجه للوظيفه. وميم طون راه كتطور واحد المهاره في الجنب اللي فاش غادي تحتاجها او لا فاش تقرر ديسيدي ديريكتومون مور ما تسالي القرايه ديالك انك تعطي فيها
جهدك كامل صافي ديك الساعات راه بعدا على الاقل خديتي واحد الدبلوم وداك الساعه راه تكونسونطرا مزيان في داك المهاره. داكوغ، هذه من ناحيه الناس اللي باقيين طلبه. دابا ندوزو للناس ديال الوظيفه. هاد الكاتيجوري كتفرق بدورها لجوج ديال الانواع ديال الناس. كاين النوع الاول اللي كيكون خدام في واحد الوظيفه وكيكون غير سامع على الاي كوميرس، بان الاي كوميرس راه غادي دير منه الملايين في الملايين، غادي تحقق منه اهداف واحلام، الوظيفه راه اخيب حاجه، راك كتكون غير عبد عند الشركه، ما تقدرش تسافر، ما تقدرش تحقق احلامك، بلا بلا بلا. يعني كيكونوا كيشوفوا غير داك الجانب المشرق ديال الاي كوميرس اولا ديال التجاره اون جينيرال، وكيتغاضاو على داك الجانب المظلم ديال الاي كوميرس ولي ريسك اللي فيه والمصاعب اللي فيه وبزاف ديال الحوايج. دونك هادو كيقول لك انا في عوض ما نبقى في الوظيفه هنايا محصور الى اخره، راه عندي واحد 4 المليون اولا 5 ديال المليون اللي عندي ريزيرف، يعني شنو غادي ندير؟ غنتخلى على الوظيفه ونمشي نبدا المشروع ديالي في الاي كوميرس، وعلى ما يتحرك البيزنس وتجي تسالى داك 4 المليون 5 المليون تنكون انا وليت كندخل من الاي كوميرس. دونك هذه هي الكاتيجوري الاولى. الكاتيجوري الثانيه هما الناس بيان سور اللي كيكونوا موظفين و ميم طون ديجا بداو الاي كوميرس، يعني يلاه مبتدئين في الاي كوميرس. دونك هادو شنو كيقولك انا في عوض ما نبقى خدام هنايا في الوظيفه و ميم طون كيخصني نرجع للدار ونقابل الاي كوميرس ديالي، هادشي كيكون عائق بالنسبه ليا باش انني نسكيلي، باش انني نركز 100% في الاي كوميرس. دونك شنو ندير؟ نتخلى على الوظيفه ونمشي نركز على الاي كوميرس باش هكا نعطي فيه جهدي كامل ونقدر نسكيلي فيه بزربه. قبل ما تخلى على الوظيفه انا غادي نقول لك شنو هما الحوايج اللي خاصك تاخذهم اون كونسيديراسيون واللي خاص ديرهم قبل ما تخرج من الوظيفه ديالك. الحقيقه الاولى اللي خاصك تعرف، الاي كوميرس ماشي بداك الجماليه اللي كيروجوا ليه في السوشيال ميديا بانه ساهل واي واحد يقدر عليه فيه الفلوس ودغيا غادي تلونسا فيه. هادشي كله راه غير كيجملوا لك الدومين باش انك نتايا دغيا تاخذ ديسيزيون ديالك وتخلى على الوظيفه وتمشي للاي كوميرس. الاي كوميرس او التجاره راه ماشي صالحه لكلشي، كاين واحد النوع ديال الناس اللي ما صالحه ليهمش. الا كنتي من النوع ديال الناس اللي كيخصك ضروري تكون خدام تحت واحد السيستيم، من النوع ديال الناس اللي ما كتقدرش تاخذ لي ريسك، ما كتقدرش تحمل المسؤوليه ديال الخساره وما يكونش عندك مشكل ان الفلوس ديالك يمشيو غير هكاياك، من النوع ديال الناس اللي ما كتقدرش انك تسهر، من النوع ديال الناس اللي تكون قادر على فريع الراس وان كل خطره يخرج لك مشكل من قنت، وانك قادر تخرج من الكومفورت زون ديالك وتعلم واحد الحوايج جدادين اللي اول خطره غادي تسمع عليهم او لا اول خطره غادي تواجههم. الا كانوا هاد الصفات دابا اللي قلت لك ماشي من البيرسوناليتي ديالكم ما قادرش عليهم، من هنا كنقول لك راه الاي كوميرس ما صالحش ليك، حيت فريمون الاي كوميرس راه كيخص يكونوا فيك واحد الصفات اللي كتخليك تبان بانك انت اونتربرونور وانك انت قادر دير شي حاجه ديالك راسك وتكون خارج على السيستيم وتكريي السيستيم راسك وتحترمه وتاخذ لي ريسك وبزاف ديال الامور. واحد الحاجه راه ماشي كلشي صالحه ليه الوظيفه وماشي كلشي ما صالحه ليهش الوظيفه، بالعكس كاينين واحد النوع ديال الناس اللي صالحه ليهم الوظيفه واللي بالعكس كيكونوا فرحانين في داك الوظيفه. كيقولك انا خويا بركه عليا انه يكون عندي واحد الصالير اللي كنشدو في الاخر ديال الشهر بشكل متوقع كل شهر، يعني كيكون عندي واحد الدخل اللي ثابت وقار، عندي لا سينيسيس، عندي واحد العطل اللي كنمشي كنتسارى فيهم مع عائلتي، مرتاح بخير، ما ناخذ لا لي ريسك، ما ناخذ لا لي ريسبونسابيلتي لا حتى شي حاجه، نكون كنخدم من 8 ل 4 انا قابل على هادشي. دونك كاين هاد النوع اللي فريمون مرتاح في الوظيفه وهادشي ماشي عيب، بالعكس راه هادشي اللي كيدير التوازن في المجتمع ديالنا وهادشي اللي كيخلي واحد كيكمل الاخر. اما الناس اللي كيشوفوا راسهم انهم فريمون البيرسوناليتي ديالهم من النوع اللي ما كيقدروش يخدموا عند شي واحد، ما كيقدروش يكونوا تحت شي سيستيم، ما كيقدروش على شي واحد يكون مدير عليهم وبقى يامروا دير هادي دير هادي، كيحس براسو باغي ديما خاصو يدير شي حاجه ديالو، يخدم في شي بروجي ديالو ويكبرو الى اخره ويعطي فيه الجهد ويسهر عليه ما عندوش مشكل. دونك هادو كيكون العقليه ديالهم مايله للعقليه ديال لي زونتربرونور والناس اللي كيبغيو فريمون يتلونساو في لي بيزنس وكيقدوا في غالب الاحيان عليهم. دونك نتوما غادي نقول لكم فريمون شنو خاصكم ديروا قبل ما تخلاو على الوظيفه، حيت بيان سور هذا قرار كبير وما غاديش تجي بين ليله وضحى وتقول صافي انا في هاد الصفات انا قادر على الدومين دونك شنو غادي ندير، غادي نتخلى على الوظيفه ونتلونسا الاي كوميرس اولا نبدا شي بيزنس هكاك من الزيرو. لا، راه فريمون غادي تخرج في حيط، حيت ماشي هكا كنتاخذوا القرارات.
دونك قبل ما تاخذ القرار النهائي حاول ما امكن انك تقرا على الدومين او فريمون تعمق فيه، وما تسمعش غير الناس اللي كيهضروا على الدومين بشكل ايجابي، ولكن اسمع للناس اللي كيتشكاو من الدومين، شوف شنو العوائق اللي كيواجهوهم، شنو التحديات، شنو لي ريسك، شنو السلبيات، شوف كل شيء باش هكايا فريمون تحل عينيك على الواقع. وداك ساعات فاش غادي تشوف داكشي وهذا الا كنتي باقي عاجبك الدومين، داك الساعه كتجي المرحله الثانيه اللي هي غادي تبدا الاي كوميرس وانت خدام. كيف ما سمعتيني غتبدا الاي كوميرس وانت خدام. ما تقوليش كيفاش غادي ندير ليها، راه ما كيبقى لياش الوقت، راه الخدمه كتاخذ ليا كاع وقتي وكنكون جاي عيان والمسؤوليات والدراري وبزاف ديال الاعذار. شوف هادو كلهم غير اكسكيوزز وغير اعذار اللي خاويين، حيت راه ما كتخدمش في الخدمه 24 ساعه على 24 ساعه. بيان سور راه كتخدم 8 السوايع ديالك، نقدروا نقولوا راه كتكون بعض الخطرات عندك الخدمه مزيره كتوصل ل 10 السوايع 9 ديال السوايع، اونتوكا راه في الاخر كترجع للدار وكيكونوا عندك بعض الاوقات اللي خاويين اللي ممكن نتايا تما فين غادي تبدا تعلم المهاره دقه بدقه. دونك غادي تدخلها في البلان ديالك كل نهار غادي تعلم على الدومين وغادي تبداه، فهمتي؟ حيت هاد القضيه هادي انا براسي كنت خدامه، يعني ماشي كنهضر لكم هكايا من فراغ وانا ما درتش من تجربه، حتى انا كنت خدامه، وحتى انا فاش كنت خدامه طحت في هاد لا سيتياسيون ديال ان الخدمه ما صالحاش ليا وباغا نخرج وباغا نبدا مهاره جديده من الصفر، وكانت فريمون الخدمه بعيده عليا، كان كيخصني ندير لا نافيت يعني واحد ساعتين ديال الطريق في لالي والروتور. دونك وعاد زيد عليها كتبقى خدام 8 السوايع وكتعيا الى اخره. واخا هكاك كنت كنلقى الاوقات اللي كنخصصهم لتعلم المهاره ونطور راسي داكشي اللي خاصني نطور راسي فيه باش انني نبروغريسي على ما نخرج من الخدمه. داكوغ؟ دونك هكا كان نتايا كذلك ومثال حاول ما امكن تبدا الدومين ونتايا خدام ودير واحد البروغرام اللي كيوازن بين الخدمه وبين التعلم ديال المهاره. علاش قلت لك بدا الدومين ونتايا باقي خدام؟ حيت هنايا فاش غادي تبدا داك الدومين غادي تجرب راسك، غادي تشوف واش داك الاكسبكتيشن داكشي اللي كنتي نتايا متوقعه هو اللي لقيتيه او لا الواقع حاجه وداكشي اللي يهضروا عليه في اونلاين حاجه وحده اخرى. دونك داك الساعات نتايا غادي تشوف راسك واش صالح ليك الدومين، واش قادر تعطي فيه، واش باقي مستمتع به واخا العوائق اللي فيه ولي ريسك اللي فيه الى اخره. داك الساعات عاد غتقدر ديسيدي واش الدومين مستمتع به بالايجابيات والسلبيات ديالو او لا صافي لقيتي راسك ماشي هو داكشي اللي كنتي كتوقعه وغادي تخلى عليه وتكمل في الوظيفه ديالك. دونك دابا غادي ندوزو المرحله اللي كتجي من مور هذه، هو انه نقول سيدي نتايا عجبك الدومين وتقبلتيه بالايجابيات وبالسلبيات وداكشي كامل باغي تعطي فيه وعندك داك الرغبه ديال انك تزيد تكبر راسك في الدومين. دونك هنا يمر هذه المرحله كيجي الهدف ديال انك تجمع واحد الكابيتال، يعني تجمع واحد راس المال اللي غادي يكون قادر انه يصرف عليك او ميم طون تقدر تانفيستي منه في الاي كوميرس فاش تخرج من الخدمه. حيت ما يمكنش صافي غير تنوض وتقول غنخرج من الخدمه ونبدا مثلا الاي كوميرس وانت ما عندك لا ريال لا جوج، اولا مثلا تكون عندك غير 2 المليون، راه ما غاديش تكفيك. داكوغ؟ دونك انت يكون لوجيك مع راسك وحط الاكسبنسز ديالك، مثلا انت شحال شنو هما المتطلبات ديالك في الشهر، شحال كتصرف في الشهر غير على راسك مثلا وداكشي اللي خاصك تخلص في لي فاكتور الى اخره، والاي كوميرس مثلا شحال خاصو ديال الكابيتال او شحال تحتاج فيه ديال الكابيتال باش انك تقدر تدور فيه الحركه وتيستي لي برودوي وتجيب ستوك ديالك الى اخره. دونك حط واحد الكابيتال اللي يكون لوجيك، ماشي تخدع راسك اولا تكذب على راسك غير باش انك تخرج من الخدمه فيت في لا، حيت هذا الشيء راه المصير ديال حياتك، فهمتي؟ ما خصكش تكذب فيه وخاص تكون واقعي مع راسك. بحال هذا الشيء انا شخصيا درته قبل ما نخرج من الخدمه ديالي. كان الهدف ديالي انني نجمع 3 ديال المليون او لا اكثر واحد شويه باش هكايا فاش نخرج من الخدمه غادي داك الفلوس غادي يقدوني مثلا واحد العام او لا واحد العام ونص على ما نطور راسي في الكوبي رايتين وعلى ما نلقى اول كليان وداك العجله ديال لي سيرفيس ديالي يدوروا. داكوغ؟ دونك فوالا. وحاجه واحده اخرى، ديما شيطوا واحد شويه، بحال انا في لوكا ديالي
كنت فريمون باغا غير دغيا فوقاش نخرج من الخدمه. صافي داك الخدمه كنت كنحس براسي بانها كتخنقني، ما بقيتش كنقدر عليها. دونك صافي غير وصلت لواحد 3 ديال المليون او لا زايده واحد شويه، خرجت وجاوني مباشره واحد الظروف اللي قاهره اللي اضطريت فيهم ان داك الفلوس كاملين غادي يمشيو لي. وداك الساعات بقات لي غير واحد المليون اللي غادي نصرف بها على راسي. داكوغ دونك تما جاني داك سينس اوف اورجنسي، خاصني نتعلم الكوبي رايتين دغيا، خاصني نقلب على الكليان as soon as possible باش ندور داك العجله ديال الفلوس الى اخره. على داك الشيء ديما نتوما شيطوا واحد شويه باش هكايا فاش تخرجوا الا جاكم شي دار في الطريق اللي ما دايرينش بحسابه ما غاديش تازموا. داكوغ دونك فوالا هذه هي النصيحه ديالي ليكم. دونك النصيحه ديالي للناس اللي يلاه سمعوا بالاي كوميرس وكيقولوا راه عندي 3 المليون 4 المليون 5 المليون مثلا، تخلي على الوظيفه كومبليتمون وديك الساعات نتلاح للدومين وراه ديك 5 المليون كافياني. شوف انا نقولها لك من الاول، فاش كتكون يلاه مبتدئ ما عندك حتى فكره على الدومين، 3 المليون 4 المليون 5 المليون تقدر تمشي بحال هكايا فرمشه عين. فريمون راه كيمشيو لك كيخرجوا لك بعض الاكسبنسز اللي انت ما كتكونش كتوقعهم. كتخسر بزاف ديال الفلوس في التيست حيت كتكون مازال ما عارفش الفيديوهات الاعلانيه كيفاش خاصهم يكونوا، كتعرفش كيفاش تقاد لي لاندين بيج. مثلا كتمشي كتاخذ لي سيرفيس من الدقه الاولى، دونك هادو بوحدهم كياخذوا لك واحد الميزانيه. كتقدر تجيب ستوك في واحد البرودوي اللي ما صالحش لداك السوق المستهدف وكيقدر واحد فيك داك الستوك وما كتعرفش كيفاش تبيعو. كتقدر من الدقه الاولى تمشي تشري لي زاد اكاونت وتانفيستي فيهم الفلوس ديالك ما دوز السيمانه حتى يتسدوا لك. دونك كتبقى ترتكب بزاف ديال الاغلاط على ما انك تعلم حتى كتكون مشات لك داك 4 المليون او لا 5 المليون غير هكاك ما درتي بها حتى حاجه. داكوغ دونك النصيحه ديالي هو الا كنتي يلاه مبتدئ في الاي كوميرس او حتى انترميديت ومازال الرؤيه عندك ما واضحاش ومازال ما فاهمش في الدومين بزاف ديال الحوايج، نصيحه مني دخل لاشين ديالي فليها مزيان، كل فيديو تفرج ليه وفريمون نوطي عندك، حيت راه الا تفرجتي في لي فيديو ديالي كاملين راه الرؤيه غادي توضح لك وغادي تتفادى بزاف ديال الاغلاط اللي كيطيحوا فيهم المبتدئين واللي غادي تكلف لك فلوسك وجهدك ووقتك. وفي الاخر غادي الا ما تعلمتيش لذاك الاغلاط وتفاديتيهم من الاول غادي تخسر كل شيء وترجع لنقطه الصفر. داكوغ دونك انا من الاحسن قبل ما تبدا سير في لي لاشين ديالي مزيان وتعلم على الدومين ونوطي عندك شنو الطريقه الصحيحه اللي خاص تمشي بها. وداك الساعات فاش دير داكشي اللي قلت لك في الاول ديال الفيديو وصافي ديسيديتي نهائيا انك صافي تخرج من الوظيفه وانها الوقيته المناسبه ليك، داك الساعه توكل على الله وبالتوفيق للجميع. دونك نتمنى نكون انني سهلت عليك القرار ولا دابا الرؤيه عندك واضحه وليتي عارف شنو هي الميثود اللي خاص تخدم بها واللي تاخذ بها القرار ديالك النهائي. خلي لي كومونتير قول لي واش هذا الفيديو قدرتي تستافد منه وقدرتي تاخذ القرار ديالك، وحتى الا كانوا عندك اقتراحات بخصوص المواضيع الجايه اللي تبغيني ندير عليهم فيديوهات خاصه، مرحبا على راسي وعينيا. خلي لي الكومونتير ديالك لتحت. وبالنسبه للناس الجداد ما نساوش نرحبوا بكم في العائله ديالنا، مرحبا بكم في لاشين ديال ساره ماركتين. قبل ما تنضموا لينا دخلوا لاشين شوفوا النوع ديال المحتوى اللي كنقدم، الا عجبكم فعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد في وقته. ومن غير هذا الشيء نتلاقاو في فيديو جديد.